السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواطن مصري من طنطا، منطقة كندليه بطنطا كفر القرش. بالنسبة لموضوع العشوائيات، بوجه رسالة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسادة المسؤولين عن محافظة الغربية. يعني دلوقتي المنطقة هنا كانت معمولة من 2009 في موضوع العشوائيات. خدوا بيوت وسابوا بيوت، وكل كام سنة يجوا 5 6 بيوت يجوا ياخدوهم ويهدوهم ويدوا الناس وحدات سكنية، ويسيبوا بس ان بقيه الناس متعلق حالهم. طب بتعدي سنين وتيجي سنين، ويشال محافظين وتيجي محافظين، وتمر سنين وتيجي سنين، والناس على الامل هنا منتظرين. فبنناشد سياده الرئيس ان احنا مواطنين مصريين، والحته هنا واسعه، هنا كانت كل دي كانت بيوت وخدوا منها حاجات وهدوا حاجات وادوا للناس وحدات سكنيه، وفي ناس مشيت. طبعا هنا بقيه البيوت الناس مستنيه ان حد يحس بيهم. هنا المواطن في طنطا كان مستني ان الناس تحس بيه، وان هم المواطن البسيط هنا مستني ان حد من الساده المسؤولين يمد له يد العون والمساعده. لان هنا المواطن لما جت قامت الثوره وكده كانوا متوسمين خير في سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومواطن بسيط جدا ومحتاج لحد ان المسؤول يمد له يد العون والمساعده عشان نغير البيئه من الاسوأ للاحسن باذن الله. ودلوقتي الناس لما تيجي مثلا سياده الرئيس، نفسنا ان احنا نيجي يجوا ياخدوا هنا المنطقه ويدوها المنطقه كبيره. لو هو بجد المسؤول في ايده ان هو يساعد المواطن، هيجي ياخدوا المنطقه، والمنطقه كبيره، وحلوه، وياخدوا لنا ويعملوا لنا منطقه مثلا يبناها ابراج 7 ابراج ولا حاجه، ويطلعوا الناس ديت في اي حته استضافه عقبال ما ينتهوا من المشروع وانشاء المشروع، ويجيبوا كل واحد يقعدوه في الوحده السكنيه بتاعته. ويجي كده لما كل واحد ياخد الوحده السكنيه بتاعته، الناس هتحس بالامن والامان والفخر. ونيجي هنا بالنسبه للاطفال والاجيال اللي طالعه، هتطلع في بيئه نظيفه، بيئه تساعدها عن نصلحهم بالايمان والعلم والسلاح التعليم وحبهم لبلدهم، يطلعوا في بيئه جميله. فلما نلاقي كده ان المواطن يحس ان المسؤول حاسس بيه، دي بتبقى حاجه شيء جميل جدا. تلاقي هنا المواطن بقى طالع عنده ايمان لبلده والوطنه والكلام ده كله كده. وتلاقي الاطفال والاجيال اللي طالعه هتحب بلدنا، ان احنا بنصلحهم بالايمان والعلم والنظافه، وهم قاعدين مثلا في بيئه نظيفه. فبنتمنى من السيد الرئيس ان هم بس يحسوا ويهتموا لنا. يجي هنا سيد اي محافظ يجي الغربيه يقعد شويه ويقول لك ايه المحافظ الجديد ده، يجي يقعد سنه ولا 2 ولا 3، وبعدين يمشي يقول لك لما المحافظ الجديد يجي المحافظ الجديد يخبط له سنه برضه ولا سنتين ولا سنه ونص، وبنفس القصه، وتعدي الايام وتمر السنين، والناس برضه يعني بالامل متعلقين. فاملنا في ربنا، ثم في حضرتك يا سياده الرئيس والساده المحافظ اللي يجي للغربيه، والساده المسؤولين في حي تاني وفي مجلس مدينه طنطا، ان هم يجوا ياخدوا المنطقه ويهدوها ويعملوها ابراج وشقق كبيره، ويدوا للناس، كل واحد يدي للناس الوحده السكنيه بتاعته والكلام ده كله. هنبص نلاقي هيطلع جيل حلو وجيل مسلح بالعلم والايمان، ويكون عنده الامان والكلام ده كله. الناس هنا بسيطه والله، والمواطن هنا بسيط، اللي بيقوم يروح على شغله ويتكل على الله، اذا كان في مصنع ولا اذا كان في ورشه ولا اذا كان شغال بائع متجول وبيبيع حاجه على دراعه. فيا رب الاهتمام وان يد العون والمساعده للمواطن البسيط هنا والمراه المعيله في منطقه كندليه طنطا. والناس هنا والله العظيم طيبين وغلابه جدا، بس عاوزين اللي يشوفهم واللي يحس بيهم. انما كل 5 6 سنين تبص تلاقيهم معلقينهم ويجوا يهدوا 5 6 بيوت ويدوا 5 6 مش عارف ايه للناس، وادي اللي احنا بنشوفه، والناس تبقى متعلقه بالامل وبالكلام ده كله. فبنتمنى ان هم بجد يحسوا مع منطقه. تعالوا هنا وشوفوها. من الموضوع من 2009 لحد دلوقتي في مناطق كتير عشوائيه على مستوى الجمهوريه جت واتعملت وخلصت وسلموا الناس حاجات وكده. هنا الناس متعلقه، يجوا كل كام 2 3 ياخدوا لهم 5 6 بيوت ويدوا للناس مش عارف كام وحده سكنيه، وخلصت على كده، وعلقين الناس الباقي. طب الناس مش عارفه تروح ولا تيجي. عاوزين نشوف المنظر اهو. يجوا دي بيوت، دي من ضمن البيوت اللي اتهدت.
وفي ناس خدت وحدات سكنيه، وبرضه في الحته الواسعه دي كانت كل دي كانت بيوت. فالناس هنا يعني بجد عايزين حد يحس بينا بجد، حد يحس بالمواطن البسيط، عشان الاجيال اللي طالعه تطلع اجيال مسلحه بالعلم والايمان، وتروح بلدنا في تقدم، والاجيال ديت تروح في حتت كويسه وحتت خير، بدل ما يروح اللي يروح ينحرف، ولا اللي يروح مش عارف ايه، ولا يجوا ياخدوا بتوع الارهاب ولا كده من طريق مش عارف ايه الفلوس ولا الكلام ده كله. لا، عاوزين بجد ان احنا نحس بالناس، وحدات سكنيه بجد، يبصوا لنا يعني بيوت حلوه، يعني بيوت حلوه، بيوت حلوه، بيوت حلوه، بيوت حلوه. بس احنا بنتكلم بقى، هم بيقولوا عشوائيات ومش عارف ايه. طيب يجوا بقى يبنوا لنا بقى في الحته والمنطقه جميله 7 8 ابراج يعملوهم، وبعد ما يخلصوهم يجوا يقولوا للناس ايه؟ كل واحد يجي ياخد الوحده السكنيه بتاعته ويسلمها له في امن وامان، عشان خاطر الاطفال اللي هنا تطلع حاجه جميله. يطلع منهم بقى اللي يطلع منهم دكتور، واللي يطلع منهم مهندس، واللي يطلع مثلا يروح الجيش، ولا اللي يطلع بقى يروح في الشرطه، ولا الكلام ده كله. مش بص بقى نلاقي نسيب البيئه كده كلها هيلمانه، وتلاقي اللي طالع كده العيل يطلع يلعب في البنش، ولا العيل مش عارف ايه. تلاقي نتمنى من الساده المسؤولين وسياده الرئيس والسيد محافظ الغربيه والساده المسؤولين عن محافظه الغربيه في حي تاني وفي مجلس مدينه طنطا يحسوا بالموضوع، ويجوا هنا يشوفوا الحته دي، ياخدوا الارض من الناس ويطلعوهم في حته معينه، ويهدوا البيوت دي كلها، وبعدين يجوا ينشأهم 8 ابراج يعملوهم ويخلصوهم، وساعه ما يخلصوا التنفيذ فيهم يجيبوا الناس يقعدون كل واحد في منطقته، وهتبقى حاجه جميله ومنظر حلو ويسفلتوها ويحطوا حاجات حلوه. ونتمنى بجد الاهتمام من الساده المسؤولين، بجد نتمنى الاهتمام من الساده المسؤولين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حسن شحاته، مواطن من طنطا.